الحقي هاتيها في شهر 2 وخزنيه، وتعالى اقول لك على طريقه حلوه تحافظي عليها. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهي نطبخ مع حنان. وهاتي البطاطس، كميه البطاطس اللي تعجبك بقى. وانا هقول لك على طريقه حلوه قوي قوي تكفيكي من السنه للسنه. وانا قلت لك على كام طريقه حلوين وحطيناهم في الفريزر، بس بقى الفريزر بتاعنا مش مكفي. التلاجة بتاعتنا صغننه. ما عنديش تلاجة اصلا. دي الطريقه بقى دي الحلوه اللي بتكمل معانا بسم الله ما شاء الله. بتكمل معانا بقيه السنه باذن الله وباذن الرحمن. طيب يلا بينا. هاتي البطاطس بقى اللي هي الرمليه تكون ناشفه كده. دوسي عليها تلاقيها ناشفه، ما عادش فيها ميه بقى خلاص، صفت الميه. كل ما تتاخري كمان في شهر 2 تبقى تخزينها احلى واحلى. كرتونه بقى من اي سوبر ماركت كده، بتوصي اي سوبر ماركت بيجيبي كرتونه منها تكون جامده بس شويه ومحمله، عشان لما تيجي تشيليها ما تروحش واقعه منك ولا صعد. تكون جامده كده. وبورق الكراريس بتاع ترم الولاد الاولاني، اللي اي كراريس بقى عندك ورق قديم، وهاتي حطي طبقه ورق، وبتروحي رصه طبقه البطاطس الناشفه. خلي بقى البطاطس الصغيره بتاعت السلق على جنب، وخلي بتاعت الطبيخ على جنب. والبطاطس النوع ده احلى نوع بصراحه. وده نوع، وده السر، ده مش سر ولا حاجه سر عليكم، لا مش سر ولا حاجه. دي الطريقه اللي بعتمدها على طول على طول على طول، بتقضيني ما شاء الله عمرها ما خيبت معايا ابدا ابدا الطريقه دي. طبقه نشا، بتجيبي نشا من عند العطار سايبه، ما تجيبيش اكياس كده صغيره تكلف عليكي، لا. روحي جيبي ربع كيلو كده على كميه البطاطس. طبقه بطاطس ناشفه زي ما قلت لك حطيها بقى. لقيت البطاطس فيها واحده مستويه واحده مجروحه، ما تحطهاش، استخدمي. اهم حاجه اللي تخزنها تكون ناشفه، ما فيهاش اي جروح، ما فيهاش، ما تبقاش خضره، لان الخضره دي بتبقى سامه. طبقه نشا، طبقه بطاطس، طبقه نشا. ورق برضو ورق. الورق النشا بقى هقول لك النشا ليه الاول. النشا لو في اي رطوبه تطلع من البطاطس بتمتصها، عمرها بقى ما تبوظ معاكي ابدا، ولا تبقى الرطوبه، ما هي الرطوبه هي اللي بتبوظ الحاجه. طيب رصيت الطبقات بتاعتك، هات الكميه اللي انت عايزاها بقى الايام دي. والنوع البطاطس ده حلو قوي. والورق برضو عليها برضو. الورق مع البطاطس، بص دي الرمله بتاعها. الورق مع النشا بيمتصها وبيحافظ عليها جدا. دي الرمله بتاعها. لو عندك رمله ناشفه حلو، ما تبقاش بس رطبه ولا من الشتاء ولا حاجه، حبه رمله حطهم عليها كمان، بتبقى جميله وبتقضيك ما شاء الله من السنه للسنه. دي ما تشغليش بالك بقى اللي ما عندوش ثلاجه، واللي الثلاجه بتاعته بايظه، واللي ما عندوش مكان. اي بصي، هي الطريقه دي حلوه. وفرزنا طبعا طريقتين اتنين. اللف ما تنسوش القلب الاحمر. يا رب بس اكون فدتكم لو باي حاجه صغننه. بحبكم كتير قوي قوي. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.